لقد جاء وحي عظيم في حضرة هذا الإله الطيب ليهبني ملك الأرضين، ليهبني مصر العليا والسفلى. كان ذلك في السنة الثانية وفي اليوم الثالث من احتفال الإله آمون، وتم تنصيبي على الأرضين. عزيزي المشاهد، قبل ميلاد الملكة حتشبسوت مصر كانت لسه خارجة من عصر الإضمحلال الثاني، مرحلة ضبابية ومربكة في تاريخ مصر السياسي والاجتماعي والديني. في الفترة دي كانت مصر ممزقة ومحتلة من قبل الهكسوس، القوة العسكرية منهارة، والفنون والثقافة والتجارة في اضمحلال كبير. الأوضاع دي خلت أجداد حتشبسوت يفكروا من طيبة إزاي يوحدوا البلاد مرة أخرى ويطردوا الهكسوس. والبداية كانت عند سقن رع إلى كاموس، ووصولا إلى أحمس اللي نجح فعلا في هزيمة وطرد الهكسوس، وأسس الأسرة 18 ووحد البلاد. بس مش ده اللي جاي أحكي لك عنه، جاي أحكي لك عن الزوجات العظيمة اللي شاركوا الملك مع أزواجهم أثناء غيابهم في الحروب، وقدروا يمشوا مركب الحكم بسلام طول فترة الحرب، ويوصلوا بمصر إلى ما يسمى بالعصر الذهبي. أحمس نفرتاري جدة الملكة حتشبسوت وزوجة الملك أحمس، زوجة استثنائية قدرت بمجهوداتها العظيمة وإخلاصها لعرش مصر تحصل على ألقاب محدش سبقها ليها قبل كده، زي الزوجة الملكية والزوجة الإلهية والكاهن التاني لآمون. واللقب الأخير ده زعل كهنة آمون، لأن اللقب ده له صفة كهنوتية، والصفات الكهنوتية كانت خاصة بالرجال فقط. الملكة العظيمة دي عاشت في حكم مصر سنين طويلة، عصرت فيها أحمس وأمنحتب الأول وأوائل حكم تحتمس الأول، وده بقى والد حتشبسوت. أحمس نفرتاري بصفتها الملكة الأم كان ليها دور كبير في إدارة شؤون البلاد والتأثير المباشر على نظام العرش، وفي نفس الوقت كانت مهتمة جدا بتربية حفيدتها حتشبسوت وتعدها كويس قوي لدور أكبر. وحتشبسوت نفسها كانت بارعة جدا في كل العلوم اللي تلقتها، وخاصة العلوم الحسابية والهندسية. نبوغ الحفيدة جعل الملكة الأم تمنحها لقب الزوجة الإلهية، واللقب ده ساعدها جدا أثناء توليها الحكم، لأنه أضاف ليها صفة كهنوتية غير عادية، وثبت حكم والدها تحتمس الأول. وقف الصراع على الحكم وثبت كمان حكم زوجها تحتمس الثاني، وده معناه إن هو اللي كان بيستمد شرعية حكمه منها. الملكة الأم توفت وحتشبسوت عندها 7 سنين، وبعدها بفترة قصيرة مات 2 من أبناء الملك تحتمس الأول. عشان كده والدها خلاها دايما قريبة منه وتقوم بأي عمل خاص بالرجال. على سن 17 سنة كانت حتشبسوت اعتلت عرش مصر، وكانت مدركة كويس قوي قوتها وأحقيتها في العرش ده. الملكة سلطتها كانت واضحة جدا، أوضح من سلطة جوزها تحتمس الثاني. اسمها دايما جنب اسمه منقوش، وفي برديات كتير بتوضح ان الملك ما بياخدش قرار غير لما يرجع للملكة. كبير خدم آمون أنيني كان ذكر في كتاباته ان تحتمس الثاني اصلا كان طائش وغير مؤهل للحكم، وما كانش يقدر يدافع عن نفسه، وقال بالتحديد انه ما يقدرش يدافع عن نفسه زي صقر في عش. الوضع أصبح كالآتي: ملك لسه في مرحلة الطفولة ما بيعملش حاجة غير اللعب واللهو، وملكة بتمارس سلطتها بكل حزم وقوة على كرسي العرش، ده غير التقارير اللي بتحرص تتابعها لتتأكد من سير شؤون البلاد.
حتى النبلاء حاولوا يروضوها لصالحهم، بس العكس هو اللي حصل. 13 سنة مرت على حكم الملكة قادت مصر فيها للاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي، كله ماشي تمام إلا حاجة واحدة بس، كل أطفالها بنات، مفيش وريث للعرش منها، هو طفل واحد من امرأة ثانية هيروح ليه الملك في حالة وفاة تحتمس الثاني. وفعلا ده اللي حصل بشكل مفاجئ، وفي ظروف غامضة توفى الملك، والملكة أصبحت وصية على العرش لطفل اسمه تحتمس الثالث. الظروف لسه بتلعب لصالح الملكة حتشبسوت، والملك لسه صغير، وده يديها فرصة لإدارة البلاد بشكل أطول، بس كان لابد من إبعاد كبير خدم آمون أنيني وتعيين سنموت كوزير بداله، وهو ما قصرش. ساعدها في تغيير كل الموظفين القصر بناس تانية موالية ليها، وبكده تكون فرضت سلطتها الكاملة على البلاد. عزيزي المشاهد، يمكن يبان ليك ان الملكة حتشبسوت حاولت بطريقة دي تطيح بالملك الطفل تحتمس الثالث، بالعكس هي اتعاملت بذكاء شديد للحفاظ على العرش مصر، وفضلت 1.5 سنة تعامل تحتمس الثالث كابن ليها، ولما كبر وبقى قادر على قيادة البلاد جوزته بنتها نفرو رع عشان تديله الشرعية في حكم مصر، لأن والدته لم تكن زوجة الملك، وطول الفترة نشأ الملك الطفل كانت هي معلنة نفسها شريكة في الحكم، وطبعا بمساندة الوزير سنموت وكبير الكهنة حابو سنب. ومع مرور الوقت واستقرار الأوضاع في مصر، والكل بدأ يعامل حتشبسوت كملكة، شخصية مرات الأب ظهرت ونحت تحتمس الثالث نهائيا من البلاط الملكي، وبررت للجميع ان هي عاوزة تربيه تربية عسكرية صارمة، بس الحقيقة هي مش عاوزة حد من الشعب او النبلاء يعرف غيرها، وده كان واضح جدا في النقوش اللي بتظهرها بشكل المربي للملك لحد العام 7 من حكم الملك تحتمس الثالث. بعد إرسال الملك للاعتكاف العلمي أصبحت حتشبسوت تحمل صولجان الملك، وينقش جنب اسمها الألقاب الملكية والكهنوتية، واسم تحتمس الثالث اتنسى تماما، وفضلت كده 22 سنة. حتشبسوت كانت مهتمة جدا بالتجارة والزراعة والعمارة، وما كانتش بتهتم بالفتوحات العسكرية، على عكس تحتمس الثالث اللي زهد في الحياة السياسية وتفرغ للحياة العسكرية، وكرس طاقته كلها عشان يبقى واحد من أفضل القادة العسكريين في حكم مصر، وفعلا قدر يعملها. بعد 22 سنة من حكم حتشبسوت لمصر توفت بشكل محير، واختفى تماما الوزير سنموت، وظهر الملك الشاب تحتمس الثالث لتولي حكم مصر وإخضاع المستعمرات المتمردة بعد وفاة الملكة لحكم مصر، وأمر بمحو ذكراها من التاريخ تماما. أي نقش عليه اسمها بيتم إزالته، سواء في المعابد أو الجداريات أو حتى المسلات، والتصرف ده اعتبروا المؤرخين تصرف انتقامي لمعاملتها وإبعادها ليه عن الحكم والحياة السياسية. ولكن في نظرية ظهرت من منظور تاني خالص. الملكة حتشبسوت ما كانتش بتبعد تحتمس الثالث لأن هي زوجة أب قاسية، ولكن سبب أحقيتها في العرش بموجب نبوءة الإله آمون لوالدها تحتمس الأول، وكان لازم تحقق النبوءة دي بأي شكل. عزيزي المشاهد، لازم كلنا نتفق إن الملكة حتشبسوت كانت أسطورية،
ليها رصيد كبير من الأعمال المهمة في تاريخ مصر، ومنها معبد الكرنك. بعض الباحثين هاجموها بسبب سيرتها الشخصية واتغفلوا عن إنجازاتها، ووصل بيهم إن هم اتهموها بالتآمر مع الوزير سنموت ضد زوجها تحتمس الثاني. واتكلموا برضو عن العلاقة بين الملكة والوزير سنموت، مستندين على النقوشات اللي ظهر فيها معاها مساوي ليها في الطول. ودي كانت حاجة غريبة، لأن من العادة رسم الملك أكثر طولا من وزرائه، ولكن ده مش دليل لأي حاجة غير إن ممكن يكون مكانته وإنجازاته اللي عملها طول فترة عمله معاها. عزيزي المشاهد، اللي أنا متأكدة منه وزير بحجم سنموت ما كانش هيقف جنب حتشبسوت كل السنين دي ويشرف على جميع أعمالها وتحفها الأثرية اللي سابتها لينا، إلا لو كان مؤمن جدا إن هي تستحق المكانة دي، وخاصة إن كانت آمون كانوا رافضين توليها العرش أصلا. وده يوصلنا لحاجة واحدة، إن الملكة حتشبسوت هتفضل واحدة من أعظم النساء في تاريخ مصر. وده هيوصلني إني أسألك، عرفت